في السنوات الأخيرة انتشر مصطلح البنوك الإسلامية في العالم العربي. بنوك تعلن أنها تعمل بالحلال وتبتعد عن الربا وتدعي أنها البديل الأخلاقي للنظام المالي الغربي. لكن هل هذه البنوك إسلامية حقاً؟ أم أنها مجرد نسخة معدلة شكلياً من البنوك التقليدية تلبس المعاملات الربوية ثوباً شرعياً لتبدو حلالاً؟ في هذا التحقيق سنفكك الصورة اللامعة للبنوك التشاركية وسنطرح الأسئلة التي يخشاها الكثيرون. هل فعلاً ألغت هذه البنوك الربا أم غيرت اسمه فقط؟ تبدأ القصة من فكرة نبيلة: أن يعيش المسلم في عالم اقتصادي دون أن يخالف دينه، أن يقترض ويستثمر ويشتري بيته دون أن يقع في الحرام. لكن بين الفكرة والتطبيق مسافة طويلة مليئة بالمصالح والتناقضات والسياسات المالية. فمنذ لحظة إطلاق البنوك الإسلامية دخلت في نظام مصرفي عالمي يقوم أساساً على الفائدة. فكيف يمكن لمؤسسة أن تكون إسلامية وهي مضطرة للتعامل مع نظام ربوي من جذوره؟ أشهر ما تقدمه البنوك الإسلامية هو عقد المرابحة، فالبنك نظرياً يشتري لك السلعة ثم يبيعها لك بسعر أعلى. يقولون لا ربا هنا بل بيع وربح مشروع، لكن في الواقع كثير من هذه العمليات لا تتضمن بيعاً حقيقياً. البنك لا يشتري فعلاً السيارة أو المنزل، بل يوقع أوراقاً فقط ويضيف ربحاً ثابتاً على المبلغ ثم يقسطه على الزبون، تماماً كما تفعل البنوك التقليدية. الفرق الوحيد الكلمات: يسمى ربحاً بدل فائدة، وعقد بيع بدل قرض. فهل غير الاسم الحقيقة؟ وهل يكفي تغيير المصطلحات ليصبح الحرام حلالاً؟ تتحدث البنوك الإسلامية كثيراً عن المشاركة والمضاربة، عن تقاسم الربح والخسارة، عن العدل والتعاون، لكن على أرض الواقع هذه العقود نادرة جداً. لماذا؟ لأن البنك لا يريد أن يخسر، يريد ضمان الربح الكامل مثل أي بنك تقليدي، ولهذا اختفت المشاركة الحقيقية وحلت محلها معاملات مضمونة الربح، أي أنها عادت بطريقة ما إلى نفس منطق الفائدة الربوية. كل بنك إسلامي يقول إن لديه هيئة شرعية تراقب معاملاته، لكن من يختار هذه الهيئة؟ ومن يدفع رواتبها؟ البنك نفسه. فكيف يمكن أن تكون المراقبة مستقلة إذا كانت الجهة المراقبة تعمل تحت مظلة الجهة المراقبة؟ وهل كل فتوى تصدرها هيئة شرعية بالضرورة تمثل روح الشريعة؟ أم أنها في كثير من الأحيان مجرد غلاف ديني لتبرير المعاملات البنكية الحديثة؟ حين يدخل العميل إلى البنك التشاركي يظن أنه يدخل إلى عالم مختلف عن البنوك الربوية، لكن الأوراق والضمانات والرسوم والفوائد المخفية كلها تكشف وجهاً آخر للحقيقة. التمويل العقاري مثلاً، يشتري البنك المنزل ثم يبيعه للعميل بثمن أعلى بكثير. العميل يدفع لسنوات طويلة، وفي النهاية يدرك أنه دفع فائدة وإن سميت ربحاً، بل في بعض الأحيان يكون مجموع ما دفعه للبنك الإسلامي أكثر من البنك التقليدي. فأين العدالة؟ وأين الفارق؟ الحقيقة التي لا يريد كثيرون الاعتراف بها هي أن البنوك الإسلامية رغم نواياها الطيبة تعمل داخل منظومة مالية عالمية لا يمكن فصلها عن الربا، فهي تودع أموالها في بنوك مركزية تعتمد على الفائدة وتتعامل في الأسواق الدولية وفق نظام ربوي بالكامل. كيف إذن يمكنها أن تكون خالصة لله في بيئة تحكمها قوانين الربح والفائدة والديون؟ أليس هذا نوعاً من التناقض بين الشعار والواقع؟ ربما المشكلة ليست في البنوك وحدها، بل في فهمنا نحن لمعنى الاقتصاد الإسلامي. الإسلام لا يرفض الربح، بل يرفض الاستغلال، لا يمنع التجارة، بل يمنع الظلم والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. لكن حين يتحول الدين إلى واجهة تسويقية، وحين يستخدم مصطلح الحلال لتجميل المعاملات الربوية، نكون قد ضيعنا جوهر الفكرة. البديل الحقيقي ليس بنكاً يبدل الكلمات، بل نظاماً اقتصادياً يقوم على الإنتاج والعدالة والتكافل، وليس على المضاربات الورقية والديون المركبة. ففي الخاتمة قد تكون البنوك الإسلامية خطوة نحو الإصلاح، وقد تكون أيضاً مرآة تظهر مدى انفصالنا عن مبادئنا الأولى. لكن ما لم نواجه الحقيقة بصدق فسيبقى السؤال معلقاً: هل نحن فعلاً نعيش اقتصاداً إسلامياً، أم أننا فقط غيرنا أسماء الربا وجعلناها مرابحة وإجارة ومضاربة؟ الحلال لا يكتب على اللافتات، بل يترجم في العدالة والصدق والنية.
وحين تختفي هذه القيم لن يبقى سوى نظام يشبه البنوك الغربية، لكن مزين بعبارات دينية. وفي النهاية، نداء لك عزيزي المشاهد: هل ترى أن البنوك الإسلامية حقاً بديل شرعي؟ أم أنك تراها شكلاً من أشكال التحايل المالي باسم الدين؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك لمزيد من الوثائقيات الصريحة والجريئة.